بيبدأ الفيلم بصوت ميسي اللي بتقول لنا إن الأم هي أعظم مخلوق على وجه الأرض، واللي بتكون مع أولادها ملاك رحمة، وفي نفس الوقت لو ولادها تعرضوا للخطر ممكن تتحول لبركان مدمر علشان تحميهم. وبنشوف أمها روز وهي بتطمن على كل حاجة في المزرعة اللي هي وجوزها وبنتها ميسي عايشين فيها. ولما بتدخل البيت بتكون ميسي عملت تورتاية لأبوها بمناسبة عيد ميلاده، فأمها بتقول لها إن التورتاية حلوة جدا، وبياخدوها وبيروحوا للأب اللي بنشوف إنه مشلول وقاعد على كرسي متحرك وبيحتفلوا معاه. وميسي بتتصور مع أبوها، وبنشوف روز وهي بتدي للأب حقنة الدواء بتاعه، وبعدها بتأكله بنفسها لأنه ما بيقدرش يتحرك. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت خبط على الباب، وبيسمعوا صوت واحد وهو بيقول لهم إن هو وأخوه عملوا حادثة وأخوه مصاب وبينزف، وبيطلب منهم يساعدوه. فبتقول له روز إنها مش هتقدر تساعدهم، لكن الراجل ده واللي بيكون اسمه ماتي بيترجاها إنها تساعدهم. وميسي بتقول لأمها اسمحي لهم بالدخول لأن شكلهم محتاجين لمساعدتنا. فروز بتفتح لهم الباب، وساعتها ماتي بيقول لها إن أخوه جاك مجروح في جنبه. فروز بتفحص جاك وبتقول لماتي إنه نزف دم كتير وعنده كسر في الأضلاع وممكن يكون عنده نزيف داخلي. ولما بتشوف إن في سيخ حديد مغروس في جنب جاك بتقول لماتي إنهم لو خرجوا السيف ده من جسم أخوه مرة واحدة هيموت. فماتي بيقول لها إنه هيوديه للمستشفى، لكن روز بتقول له إن أقرب مستشفى منهم على بعد 100 ميل، وبسبب العاصفة مش هيقدر يروح هناك دلوقتي. وبتقول له إنها لازم تخيط الجرح وإلا أخوه هيموت، وبتطلب منه يساعدها علشان يشيلوه. وبتطلب روز من بنتها إنها تضغط على مكان الجرح، فبتضغط ميسي على الجرح وفي نفس الوقت بتسحب روز السيخ الحديد، وبعدها بتخيط الجرح. وبيكون واضح إن ماتي مضطرب وعنده نوع من أنواع التوحد، وبيبقى باين عليه كمان إنه خايف جدا على أخوه. فبتحاول روز تطمنه وبتطلب من ميسي إنها تجيب لماتي لبس من دولاب أبوها. وبنشوف ماتي وهو في الحمام وبيكون منهار جدا وبيحاول إنه يهدي نفسه. ولما بيطلع من الحمام بيطمن على أخوه اللي بيكون نايم على الكنبة في غرفة المعيشة. ولما بتعرض روز على ماتي إن هو ياكل معاهم بيوافق، وهو بياكل بتفضل تسأله عن اللي حصل لهم والمكان اللي كانوا رايحين له. وساعتها ماتي بيتوتر وما بيبقاش عارف يرد عليهم. وفي الوقت ده أخوه جاك هو اللي بيرد على روز وبيقول لها إنهم كانوا رايحين يصطادوا. ولما ماتي بيشوف أخوه استعاد وعيه بيقوم يسلم عليه، وروز بتجيب له مية يشرب، وساعتها بيشكرها على مساعدتها ليه وبيطلب منها مسكن للألم. فبتفتح درج في مطبخها وبتجيب له منه مسكن وبتديهوله. فبيسألها إذا كان في حد غيرهم في البيت، فبتقول له إن مفيش غيرها هي وجوزها وبنتها. فجاك بيقول لها إن في جماعة أصحابهم هيعدوا عليهم ياخدوهم ولازم يكلمهم في التليفون علشان يعرفهم مكانهم. ولما بيشوف تليفونه ما بيلاقيش فيه شبكة، فبتقول له روز إن المنطقة هنا مفيش فيها شبكة تليفون. فميسي بتقوله إنهم ما بيستخدموش التليفونات ولا عندهم تلفزيون ولا راديو ولا كمبيوتر. فأمها بتقول لها إحنا مش محتاجين للحاجات دي في المزرعة. وروز بتعرف جاك إن عندهم اكتفاء ذاتي واللي بيزرعوه بياكلوا جزء منه والباقي بيبيعوه في سوق القرية القريبة منهم. فبنتها بتقول لها أنا مقتنعة بوجهة نظرك ومش متضايقة. وساعتها روز بتقول لجاك إن في كابينة تليفون قريبة من القرية، وبتعرفه إنها ممكن توصله لكابينة التليفون الصبح. لكن جاك بيصمم إنها توصله للكابينة لأنه لازم يكلم صحابهم النهاردة. فبتقول له روز إنها مش هتقدر تساعده، وساعتها بيسألها على مكان الحمام. فماتي بيقول له إنه عارف طريق الحمام وهيوصله ليه وهيستناه بره. فبياخد جاك الشنطة اللي كانت مع ماتي وبيروح للحمام. ولما جاك بيفتح الشنطة بيتعصب، فماتي بيسأله إذا كان كويس ولا لأ. فبيفتح جاك باب الحمام وبيدخل أخوه وبيسأله فين الشنطة التانية اللي فيها الفلوس. فبيقول له ماتي إنه اتلخبط في الشنط وخد الشنطة دي وساب شنطة الفلوس في العربية. فبيسأله جاك إذا كان قال لروز أي معلومات تانية عنهم غير أساميهم، فماتي بيقوله لأ. وبتكون روز مع بنتها بيجهزوا أوضة النوم اللي جاك وماتي هيناموا فيها. وساعتها بيسمعوا صوت ماتي وهو بيصرخ، فبيطلعوا يشوفوه فبيلاقوا ماتي منهار وبيقول لجاك إنه عايز دفتر الملاحظات بسرعة، وبيفضل يصرخ ويضرب فيه. وجاك بيحاول يسيطر عليه لكنه ما بيقدرش. ووقتها جاك بيقول لروز إن دفتر ملاحظات ماتي في العربية بتاعتهم اللي اتقلبت على الطريق ولازم دلوقتي يروح يجيبهوله علشان يهدى. ووقتها ماتي بيزق أخوه على الحيطة، فبتقع الصورة اللي كانت متعلقة
على الحيطة. وبنشوف روز وهي بتحاول تهدي ماتي، وبيكون واضح إنها مش أول مرة تتعامل مع ناس زي حالة ماتي. وساعتها جاك بيعرض عليها إن هو يديها فلوس علشان ترضى تخليه ياخد عربيتها ويروح يجيب دفتر يوميات أخوه من عربيتهم، فبترفض وبتقوله إنه ما يقدرش يشتري مساعدتها ليهم بالفلوس. وبتاخد ماتي علشان تنيمه في الأوضة اللي جهزتها لهم. وساعتها جاك بيشيل الصورة من على الأرض وبيعلقها مكانها تاني. فميسي بتقوله إن دي صورة أمها مع أخوها أوليه اللي مات في الحادثة اللي أبوها اتشل فيها، وبتقوله إنها مش فاكرة أخوها لأنه مات وهي صغيرة جدا. وبعد شوية بنشوف جاك وهو بيحاول يهدي أخوه علشان ينام، وساعتها ماتي بيطلب منه يكلمه عن أمهم. فجاك بيقوله إنها كانت جميلة وكانت بتحبهم جدا. ولما ماتي بيروح في النوم بيخرج جاك من الأوضة، وبنشوف روز وهي بتستعد علشان تروح مع جاك بعربيتها يجيبوا دفتر يوميات ماتي، ووقتها بتقفل الباب على ماتي بالمفتاح. ولما جاك بيرفض اللي هي بتعمله وبيقول لها ما تحبسيش أخويا في الأوضة، بتقوله روز إنها ما تقدرش تسيب شاب مع بنتها لوحدهم. ولما بتلاقي جاك مصمم على موقفه بتدي المفتاح لميسي وبتقول لها إنها هتسيب المفتاح معاها للطوارئ، لكن مش لازم تفتح الباب أبدا. ولما روز بتخرج مع جاك، ميسي بتتكلم مع ماتي من ورا الباب وبتقوله إنها عايزة تتكلم معاه لأن عمرها ما اتكلمت مع حد غير أمها، وبتفتح له الباب وبتاخده للدور التاني. ولما بيحاول يفتح أوضة ميسي بتقوله إن ده المعمل بتاع أمها ومش مسموح لحد إنه يدخل فيه، وبتاخده لأوضتها وبتوريله الخريطة اللي هي شايلاها، وبتقوله إن في أماكن كتير على الخريطة هي نفسها تزورها، وبتوريله الراديو اللي هي مخبياه من أمها. ولما بتشغل الراديو بيسمعوا فيه خبر إن ماتي وجاك سرقوا بنك وقتلوا ضابط، وإن ماتي كان نزيل مصحة نفسية وقتل الممرضة بتاعته وهرب مع أخوه. وهنا بيبان الخوف على ميسي، وساعتها ماتي بيقول لها إنه ما عملش حاجة وبيمسك الراديو وبيكسره. وفي نفس الوقت بتوصل روز مع جاك للعربية اللي بتكون مقلوبة على الطريق، فجاك بياخد شنطة الفلوس من العربية، وروز بتشوف جونيور اللي جاك وأخوه قتلوه وهو موجود في العربية، فبتتظاهر إنها ما شافتش حاجة وبترجع للعربية. فجاك بيهددها بالمسدس اللي خده من الشنطة وبيقول لها إنها من اللحظة دي بقت شريكتهم، وبيقول لها إنها لازم توصله لكابينة التليفون. فبتوصله روز للكابينة وبيتكلم جاك مع ماك زعيم العصابة اللي بيسأله عن ابنه جونيور. فجاك بيقول له إنه كويس وسايبه مع ماتي، وبيقول له إنهم عملوا حادثة، وبيديله عنوان المزرعة وبيقول له إنهم مستنيينه هناك. فماك بيقول له إنه هيجي لهم على المزرعة. وفي نفس الوقت بتكون روز بتحاول تفتح شنطة العدة اللي في العربية من غير ما جاك ياخد باله، وفي اللحظة اللي بتقدر توصل فيها للمفك اللي في شنطة العدة بيدخل جاك العربية وبياخد منها المفك وبيهددها إنها لو حاولت تغدر بيه هيقتلها هي وبنتها وجوزها. فروز بتقول له إنه لو حاول يأذي بنتها هتقتله. فبيقول لها جاك إن زعيم العصابة اللي هيجي لهم المزرعة ما بيرحمش وهو اللي هيبعد أذاه عنها هي وعيلتها. ولما بيرجعوا البيت بتقول روز لجاك إنها لازم تدي لجوزها الدواء بتاعه، فبيضربها وبيقول لها إنها من اللحظة دي لازم تنفذ كل أوامره ليها، وبيهددها إنه هيقتل بنتها لو ما نفذتش كل اللي هيطلبه منها. فبيترجاه ماتي إنه ما يأذيش ميسي، وبيقول له إن الجرح اللي في جنبه فتح تاني وبينزف. فبتقول له روز إنها هتروح تجيب دواء جوزها وهتجيب له مسكن، فبيوافق وبيروح ماتي معاها. ولما بتطلع حقنة جوزها من درج المطبخ ماتي بيسألها الحقنة دي ليه، فبتقوله إنها بتخفف الوجع، وبتقوله إنه أخوه بيكلمه بطريقة مش حلوة وإنه يستاهل معاملة أحسن من كده. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت عربية بتقرب من الباب، ولما جاك بيشوفها من ورا الباب بيقول لهم إنها عربية شرطة، وبياخد ميسي وبيقول له روز إن ميسي هتفضل مع ماتي لحد ما تمشي الضابط ده من غير ما يشك في حاجة. فماتي بياخد ميسي وبيطلعوا للدور اللي فوق، وجاك بيدخل الأوضة اللي جنب باب البيت وبيقفل الباب عليه، وبتفتح روز الباب للضابط. فالضابط بيطلب منها إنه يدخل البيت فبتوافق، وبعد ما بيدخل البيت بيقول لها إن في 2 هربانين والشرطة بتدور عليهم، وبيسألها لو كانت شافت حد منهم فبتقوله لأ، فبيطلب منها تعمله فنجان قهوة. ووقتها الضابط بيشوف صورة الأب مع ميسي متعلقة على الحيطة، فبياخد الصورة. وفي الوقت ده الأب بيحاول يستنجد بالضابط لكنه بيكون متخدر ومش قادر يتكلم، وروز بتطلب من الضابط يخرج من البيت علشان تدي لجوزها الدواء، وبتوصله للباب. لكن قبل ما يخرج بيوريها الصورة اللي كانت متعلقة على الحيطة، وبيقول لها إن البنت اللي في الصورة متبلغ من فترة كبيرة عن اختفائها واسم أمها بيلا، وأنا متأكد إن انت مش
بيلا أم البنت. وهنا الأب بيقول للظابط بضعف ساعدني، فبيجري الظابط ناحيته. وفي اللحظة دي جاك بيهاجم الظابط وبيدخلوا مع بعض في قتال شرس، لكن الظابط بيقدر إن هو يتغلب عليه وبيفقده الوعي. وفي نفس الوقت بتضرب ماتي بالفازة على راسه وبتخرج من الأوضة، ووقتها روز بتضرب نار على الظابط فبيقع ميت. ولما جاك بيفوق بتضربه بكعب البندقية فبيفقد الوعي مرة تانية، وبتروح ناحية الأب وبتغرز الحقنة المخدرة في رقبته. وبنتها ما بتبقاش مصدقة اللي أمها بتعمله وبتقول لها انت ليه بتعملي كده؟ انت قتلتي ضابط شرطة. فروز بتقول لها انا لو ما كنتش عملت كده كان الضابط بلغ عني وهتتاخدي مني، وانا مش هسمح لحد انه ياخد بنتي مني. وبنشوف روز وهي بتسحب جاك للقبو وبتكلبش ايده جنب ايد اخوه في دعامة خشب متثبتة على حيطة في القبو، وبتطلع من القبو وبتقفل الباب من بره بالقفل. وبتطلب من ميسي انها تساعدها في نقل الضابط للعربية، لكن ميسي بترفض وبتقول لها انها ما تقدرش تعمل كده. فبتقول لها روز ان كل اللي هي عملته ده علشان تحميها. ووقتها ميسي بتسمع كلامها وبتساعدها، وبيحركوا الضابط مع بعض وبيحطوه في شنطة عربية الشرطة. وميسي بتلاقي تليفون الضابط فبتاخده وبتخبيه من امها. ووقتها امها بتقول لها سوقي العربية بتاعتنا وتعالي ورايا. وبيمشوا هما الاتنين ورا بعض، وبتسوق روز لحد مكان الحادثة وميسي بتمشي وراها بعربيتهم. وبتقف روز في مكان الحادثة وبتحط الضابط جنب عربية جاك المقلوبة وبتضرب نار على ازاز العربية. ولما ميسي بتقول لها عملتي كده ليه؟ بتقول لها روز ان الموضوع لازم يبان ان الضابط لقى جاك واخوه هنا فقتلوه وهربوا. وبتفضل روز تدور على تليفون الضابط لكنها مش بتلاقيه، فبتطلب من ميسي انها تدور معاها على التليفون. ووقتها ميسي بتخاف وبترمي التليفون على الارض من غير ما روز تاخد بالها، وبتشاور لروز عليه فبتاخده روز من على الارض وبتحطه في جيب الضابط وبتركب مع بنتها العربية. وفي الطريق ميسي بتقول لها انا فاكره لحن التهويده اللي كنتي بتغنيه ليا وانا صغيره، لكني مش قادره افتكر كلام التهويده. ولما بتسالها عليه بتتوه روز في الكلام وبتطلب منها انهم يركزوا في اللي بيعملوه. وفي نفس الوقت بيستعيد جاك وعيه وبيفوق اخوه، وبيقدروا هما الاتنين انهم يحركوا الدعامه الخشب من مكانها. وبعدها بيستخدموا منشار الحديد اللي بيلاقوه بين المعدات في القبو وبيفكوا الكلبشات من ايديهم وبيحاولوا انهم يخرجوا من باب القبو الموجود في البيت، لكن الباب بيكون مقفول كويس جدا. فبيدوروا على مخرج تاني لحد ما فعلا بيقدروا ان هم يخرجوا من القبو. ووقتها جاك بيشوف شباك معمل روز فبيقول لماتي انه هيدخل البيت من الشباك ده علشان يجيب شنطة الفلوس، وبيطلب منه يستناه في اسطبل الخرفان. لكن ماتي بيرفض وبيقول له انت عاوز تبعدني عنك، انت بتكرهني، انا استاهل انك تعاملني بطريقة احسن من كده، انا بتمنى ان انت اللي كنت مت وامنا كانت هي اللي تفضل عايشه. وهنا جاك ما بيقدرش يمسك اعصابه وبيقول له ان كل اللي هم فيه ده بسبب ان هو قتل جونيور. فماتي بيقول له ان جونيور كان دايما بيتنمر عليه علشان كده قتله. فبيقول له جاك انا زهقت منك وما بقتش قادر استحمل اللي انت بتعمله اكتر من كده. وبيعرفوا ان امهم ما ماتتش زي ما هو فاكر، وانها هربت وسابتهم لانها ما قدرتش تستحمله. فماتي بيقول له انت كذاب، وامنا سابتنا احنا الاتنين، ما سابتنيش انا بس، ولو كانت بتحبك كانت خدتك معاها. وبيروح للاسطبل وبيستخبى بين الخرفان. ووقتها بيطلع جاك لمعمل روز وبيشوف ادوات جراحه كتير، وبيتفاجئ بوجود بيلا ام ميسي اللي بتكون بين الحياه والموت بعد ما روز بترت اطرافها. وبيكتشف ان روز حاطه قدام بيلا شاشات مراقبه للبيت وتسجيلات ليها هي وجوز بيلا. وبيشوف جاك صور واخبار عن الحادثه، وبيعرف ان بيلا صدمت عربيه روز بالغلط فجوز روز وابنها ماتوا، وعشان كده روز خطفت بيلا وعيلتها وعذبت بيلا وبتخدر جوزها بانتظام علشان ما يقدرش يدافع عن نفسه وعن بنته وتقدر تتحكم فيه. وربت بنت بيلا الصغيره على انها بنتها. وبينهار جاك وما بيبقاش مصدق ان في ست ممكن تكون بالوحشيه دي. وبتكلمه بيلا بصعوبه وبتقول له ان بنتها جيني لسه فاكراها وبتغني التهويده اللي هي كانت بتغنيها لها، وبتديله السلسله اللي هي لابساها وبتطلب منه يموتها. فبيرفض وبيقول لها انه هيخرجها من هنا. فبيلا بتقول له انا مش هقدر اعيش بحالتي دي، وبتترجاه يوصل السلسله لبنتها. فبيوعدها انه هيوصلها لها. وساعتها بتطلب بيلا مره تانية منه انه يقتلها، فبيكتم نفسها بالمخده وبعدها بيفضل يعيط وبيستجمع قوته وبينزل عن طريق الاسانسير الداخلي للدور اللي تحت وبياخد شنطه الفلوس، لكن جرحه بينزف وما بيقدرش يقف على رجله. فبيروح للمطبخ وبيحاول يفتح درج الادويه لكنه بيكون مقفول، فبياخد دباسه من الدرج وبيدبس الجرح. وفي نفس الوقت روز وميسي بيوصلوا، ولما روز بتشوف اسطبل الخرفان مفتوح بتروح للاسطبل، فبتشوف ماتي اللي بيكون خايف ومنهار وبيقول لها ان اخوه ما بقاش عايزه.
فروز بتقوله انت من النهاردة بقيت ابني وانا بوعدك ان انا ههتم بيك. وفي الوقت ده بتدخل ميسي البيت، فجاك بيكتم نفسها، ووقتها روز بتفصل الكهرباء عن البيت، فبياخد جاك ميسي وبيدخل بيها للأوضة اللي أبوها فيها، وبيحكي لها كل حاجة، وبيديلها سلسلة أمها وصورتها وهي مع أمها وهي صغيرة. وساعتها ميسي بتقوله إنها فاكرة إنها شافت الملامح دي قبل كده، فبيقول لها جاك إنه هيجيب أخوه هيهربوا من هنا، وبيبان على أبوها إنه موافق على كلام جاك. وفي اللحظة دي بتدخل روز للبيت وهي شايلة السلاح، وماتي بيكون ماشي وراها، وبيطلعوا للدور اللي فوق. ولما جاك بيسمع صوت روز في الدور اللي فوق بيخرج من البيت هو وميسي اللي بتجري بالكرسي المتحرك بتاع أبوها ناحية العربية. وبعد ما بتركب أبوها العربية بتطلب من جاك يركب معاهم، فبيقول لها إنه هيروح يجيب أخوه يرجع لها. ولما بيدخل للاسطبل ما بيلاقيش أخوه، فبيرجع تاني للبيت، وساعتها بيلاقي أخوه فبيطلب منه يخرج معاه. فماتي بيقول له إنها عاوزاه يفضل معاها. وهنا روز بتظهر وبتضرب نار على جاك، فالرصاصة بتصيبه لكنها ما بتقتلهوش. وماتي بيطلب منها إنها ما تأذيش أخوه، فروز بتقول لجاك إن أخوه بيكرهه، فبيستخبى جاك وبيقول لها مالكيش دعوة بأخويا. وبيقول لها أنا عرفت اللي انت عملتيه في بيلا. فبتقول له روز بيلا حرمتني من أسرتي وأنا كمان خدت أسرتها وحرمتها منهم. فبيقول لها جاك إنه حكى لميسي على كل حاجة. فبتروح روز تدور عليه لكنه بيضربها فبتفقد الوعي، فبيرفع المسدس عليها علشان يقتلها، لكن ماتي بيهاجمه وبيقول له ما تقتلش أمي، هي وعدتني إنها هتاخد بالها مني. وبيروح ماتي يفوق روز وبيقول لها انت كويسة يا ماما. وفي نفس الوقت ميسي بتدخل البيت وبتسند جاك وبتاخده، وبيخرجوا من البيت وبيدخلوا يستخبوا في اسطبل الخيل، وروز وماتي بيروحوا وراهم. فميسي بتسأل روز وبتقول لها هو انت صحيح مش أمي؟ فبتقول لها روز لا أنا أمك اللي ربيتك. وفي الوقت ده بيوصل ماك وماتي بيشوفه، وبيقول لجاك ان ماك وصل. فجاك بيجري بره الاسطبل وروز بتجري وراه وهي رافعه المسدس ناحيته. وفي اللحظه دي مساعد ماك بيضرب نار على روز، وجاك بيجري وبيستخبى ورا عربيه ماك اللي بيضرب في جاك وبيقول له انا عارف ان انتوا قتلتوا ابني. وبيطلع من ورا العربيه وهو بيجر جاك اللي ما بيبقاش قادر يقف على رجله. وفي الوقت ده مساعد ماك بيجري ناحيه روز وهو رافع سلاحه من غير ما روز تاخد بالها منه. ولما بيحاول انه يقتلها ماتي بيغرس في ظهره مقص الزراعه، وهنا جاك بيغرس سكينه في رجل ماك، وقبل ما يقع على الارض روز بتضربه بالنار فبيقع ميت. فمساعد ماك بيضرب روز فبتقع على الارض، وهنا ميسي بتطلع بالعربيه وبتدوس مساعد ماك وبتقتله، وبتجري بالعربية من غير ما تبص وراها. وبتعدي فترة وبنشوف ميسي وهي في اسم الشرطة، والمحققة بتوعدها إنهم هيقبضوا على روز قريب، وبتقول لها إن أبوها ابتدى يستعيد صحته في المستشفى وعايز يشوفها. وفي النهاية بنشوف روز وهي بتأكل ماتي ومهتمة بيه، وبتبص بتشفي ناحية الكاميرا المتعلقة في السقف. ووقتها بنشوف جاك بعد ما روز بطرت أطرافه وهو بيشوفهم على شاشات المراقبة، وبنعرف إنهم عايشين في بيت كبير في منطقة بعيدة عن المزرعة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.